السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله جل وعلا ومنه وفضله وإحسانه اللقاء 42 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر سنقرأ حفظه الله، وهو لقاؤه الذي يجيب فيه عن أسئلة إخواننا على منتديات التصفية والتربية. وقد وافق ليلة الجمعة 27 من شهر الله المحرم سنة 38 و400 وألف. فضيلة الشيخ، وافق هذا اللقاء رجوعكم هذا اليوم من دورة بئر العاتر، فإخواننا يتطلعون إلى أن يسمعوا منكم كلمة عن انطباعكم وما شاهدتموه في تلك الدورة، وإن كان لكم توجيه يتعلق بذلك فحفظكم الله وبارك فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لمشاركة إخواننا في جمعية المشكات الثقافية في بئر العاتر بولاية تبسة في دورتهم التي كان موضوعها يدور حول صلاح الأسرة، وهو موضوع مهم جدا. وقد شارك في هذه الدورة ثلة من إخواننا ومشايخنا، على رأسهم الشيخ عبد الغني حفظه الله تبارك وتعالى، والشيخ عز الدين رمضاني، وأخونا الشيخ عبد الحكيم دهاس. وكنت التقيت بهما، أي بالشيخ عز الدين والشيخ عبد الحكيم، عند وصولي إلى مطار تبسة. لقيت الشيخ عز الدين راجع إلى العاصمة بعد أن أنهى محاضرته، وأنا قادم اليوم التقيت أخي الشيخ عبد الحكيم، وهو قادم إلى تبسة لمشاركة إخوانه في هذه الدورة التي كان إقبال الشباب، بل إقبال أهل بئر العاتر إقبالا مميزا، بل مدينة بئر العاتر والمدن والقرى المجاورة لها ولله الحمد والمنة.
والفضل بعد الله تبارك وتعالى يعود إلى جهود الإخوة في هذه الجمعية في حرصهم الشديد على عقد مثل هذه الدورات العلمية التي فيها صلاح للبلاد والعباد، ويعود كذلك للمسؤولين في تلك المدينة من رئيس بلديتها ورئيس دائرتها وصولا إلى والي ولاية أتبسة وفقه الله تبارك وتعالى لكل خير. ومن الأمور التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحافظ عليها إخواننا جميعا في مثل هذه اللقاءات العلمية والدورات التي يعقدونها، أن يحافظوا على النظام العام حتى لا يشوشوا على إخوانهم من جهة، وحتى لا يعطوا صورة سيئة عن مثل هذه الجمعيات التي الأصل أنها أنشئت لمثل هذه النشاطات الطيبة المباركة، لمثل هذا الخير، فلا ينبغي لهم أن يفسدوا هذا الخير بسوء تصرف أو بسوء تدبير. وعلى إخوانهم جميعا أن يعينوهم على هذا الأمر، وأن يتركوا حظوظ النفس في مثل هذه الأمور، وخاصة في تلك المناطق التي يكثر فيها أهل البدع والأهواء، وأهل السنة فيها يبذلون جهدهم ويبذلون وسعهم لتبليغ هذه الرسالة المباركة ولنشر هذه الدعوة في ربوع بلدنا هذا الحبيب. الملاحظة التي أردت أن أنبه إليها سائر إخواني، سواء من إخواننا في هذه الجمعية أو في غيرها من الجمعيات التي تنشط في مثل هذه النشاطات الطيبة المباركة، أولا أن يحسنوا الظن بإخوانهم، أن يحسنوا الظن بإخوانهم المشرفين على مثل هذه الدورات، لأنه لا يعقل بحال من الأحوال أن يكون الإشراف والتنظيم للشباب جميعا، هذا لا يستقيم. فإخوانكم أعضاء هذه الجمعية أو المكلفون بتنظيم عمل من الأعمال الدعوية أو نشاط من النشاطات العلمية، المكلفون بمثل هذا ينبغي على إخوانهم جميعا أن يحسنوا الظن بهم، وأنهم يفعلون هذا إرضاء لله جل وعلا أولا، ويفعلون هذا حبا للخير لإخوانهم. أمر آخر، لا ينبغي أن يكون ذلك التصرف الذي فيه إزعاج وفيه تشويش، خاصة ما تعلق الأمر بإحراج المشايخ الذين يقدمون إليهم والذين ينشطون مثل هذه الدورات. فالشيخ الذي يأتيهم هذا أولا بذل جهد، كان في عمل، كان في مسجده أو في مدينته في نشاطه، ثم أوقفه
وسافر إلى إخوانه ويصل إلى تلك المدينة، فلا يعقل بحال من الأحوال أنه يبدأ معهم بالإجابة على الأسئلة منذ وصوله إلى رجوعه، ولا يفكرون لا في راحته ولا في نومه ولا في المحافظة على النظام العام. نحن لا نريد أن تكون تجمعات علنية عامة هذه المصرح بها في الدورات، وأن تكون أخرى في البيوت، وهذه التي في البيوت غير مصرح بها ولا مرخص فيها، وهذا يسبب الإزعاج والحرج أولا لإخوانهم القائمين على مثل هذه الجمعيات، يسبب الإحراج للسلطات سواء ما تعلق بالسلطات الأمنية أو السلطات المحلية الإدارية، وهذا يعطي انطباعا سيئا عن إخواننا وشبابنا بمثل هذه التصرفات. وأنا أردت من خلال هذه الكلمة أن أنصح إخواني جميعا، أن أنصحهم سواء في هذه الدورة أو في غيرها من الدورات، أن يكون سيرهم سيرا حسنا، أن يكون سيرا حكيما، أن يكون سيرا فيه الاحترام المتبادل، الاحترام لمشايخهم، الاحترام لإخوانهم، الاحترام لبعضهم البعض، حتى تسير الأمور على الوجه المطلوب والمرغوب، وحتى لا نحرم أنفسنا من مثل هذا الخير مستقبلا، لأنه وقعت تصرفات خاطئة في هذا الباب كانت سببا لحرمان إخواننا في بعض المناطق من الكثير من هذا الخير. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمرنا، وأن يبارك في أعمالنا جميعا. وأشكر بهذه المناسبة إخواني في مدينة بئر العاتر على حسن الضيافة والاستقبال، وجزاهم الله خيرا عني وعن المشايخ المشاركين خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لمزيد من الخير ولمزيد من الصالحات، وأن يتقبلها ربنا تبارك وتعالى منا ومنهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نسأل الله تعالى أن يوفق إخواننا جميعا حيثما كانوا للأخذ بهذه النصائح والتوجيهات. وعودا إلى أسئلة الإخوة، فضيلة الشيخ يقول: امرأة مصابة بسحر وقد خطبت من رجل، فهل يجب على أهلها أن يخبروه بذلك؟ وما هو الضابط في مثل هذا العيب الذي يكون من قبيل السحر والمس والوسوسة وما إلى ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الغش في دين الله تبارك وتعالى محرم بكل صوره وأشكاله، ولا شك كذلك أن من مقاصد الزواج العظيمة كما قال رب العزة والجلال: وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال كذلك: من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهم. فهذه الأمور لا تتحقق إلا إذا كان النصح في هذا الأمر والصدق فيه
من بدايته إلى منتهى. وبالتالي العيوب التي تكون سواء في الزوج أو الزوجة العلماء يذكرون لها ضابطا أو ضوابط، سواء ما تعلق الأمر بمرض عضوي أو مرض نفسي. من هذه الضوابط يقولون أن يكون هذا المرض سواء كان عضويا أو سواء كان نفسيا أن يكون مؤثرا على الحياة الزوجية، أو أن يكون مؤثرا على قيام كلا الزوجين بحق الآخر عليه وعلى أولاده. هذا الضابط الأول، أن يكون هذا العيب أو هذا المرض أن يكون مؤثرا، يعني يؤثر على الحياة الزوجية بحيث لا تكون مستقيمة ولا تكون طبيعية. بمعنى أن المرض أو العيب إذا كان له أدنى تأثير في هذا الأمر، يعني على الحياة الزوجية، بحيث يمنع الزوج من أن يحصن نفسه بزواجه من هذه المرأة، بحيث يؤثر على نفسيته، بحيث يؤثر على تربية أولاده، هذا من العيوب التي يجب أن تبين. يجب على أهل المرأة أن يبينوه، ويجب على الزوج كذلك أن يبينه لأهل مخطوبته. الأمر الثاني أو الضابط الثاني أن يكون هذا العيب منفرا لأحد الطرفين، منفرا سواء من حيث المنظر أو من حيث الرائحة. بعض النساء أو بعض الرجال فيهم عيب مثلا تكون فيه رائحة، وأنا عرض علي مثل هذا المشكل، يعني يكون فيه رائحة حتى لو اغتسل لا تزول عنه، حتى لو عطر نفسه بأنواع المعطرات لا تبقى فيه هذه الرائحة. هذا أمر يعني رباني يبتلى به الناس، نسأل الله عز وجل العافية. فمثل هذا الذي يكون منفرا للطرف الآخر، سواء في منظره كأن يكون شيء من التشوه ويكون مستورا مثلا، ما هوش ظاهر، لا يكون في الوجه أو في اليدين، يكون مثلا في صدر المرأة أو في بطنها أو في فخذها. هذا من العيوب التي ينبغي كذلك أن تذكر للطرف الآخر. إذا كان في المخطوبة أن يذكر للخاطب، وإذا كان في الخاطب أن يذكر للمخطوبة. ما من الضوابط كذلك أن يكون هذا العيب أن يكون حقيقيا لا وهميا خياليا، لأنه بعض الناس يبتلى بوساوس وبأوهام وخيالات على أنه به كذا أو به كذا، وفي الحقيقة هو معافى وليس فيه شيء من تلك الأمور. فإذا كان وهميا ينبغي على من أصيب به أن يزيله عن نفسه، وهذا ليس من العيوب التي تذكر، لأنه في الحقيقة لا وجود له أو لا حقيقة له. وبالنسبة لسؤال السائل أو السائلة، هذه المصابة بالسحر نسأل الله جل وعلا
أن يعافيها وسائر المسلمين والمسلمات. إذا كان هذا السحر أو هذا المس يقع تحت واحدة من هذه الضوابط، يعني مؤثر على الحياة الزوجية أو منفر للزوج عن هذه الزوجة، أو هو حقيقي ليس وهمي، فالواجب الإخبار به. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الباب أو في هذا الموضوع على وفق هذه الضوابط، والله تبارك وتعالى أعلم. أثابكم الله. يقول بارك الله فيكم: ما حكم كراء البساتين للسنة والسنتين من أجل استثمارها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بمسألة بما يعرف عند الفقهاء بالمساقات، ويجب على الناس التفريق في هذا الباب بين المساقات والمزارعة. المساقات أن يؤجر الرجل أرضه بأشجارها لمن يستثمرها بأجر معلوم. هذه المساقات يتحمل فيها الأرباح إن تحققت، ويتحمل وحده الخسائر إن كانت، بخلاف المزارعة. المزارعة يكون شباب الرجل بالنار، أن يعذب الغير بالنار سواء كان إنسانا أو حيوانا أو غيره، وهذا أصل نبوي عظيم. وهذه الفائدة أفادها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله لما أفتى في مسألة الآلات التي تقتل الحشرات بالصعق الكهربائي، ورد على من جعل هذا من الحرق، وأن هذا قال ليس من الحرق بل هو من الصعق. ثم فصل في مسألة القتل بالنار، قال فرق بين القتل بالنار والتعذيب بالنار، والنهي إنما ورد في التعذيب بالنار. أما القتل بالنار في حال عدم وجود سبيل أو طريقة إلى قتل هذا المؤذي من الحشرات إلا بها، قال لا حرج في قتله بها، يعني أن نقتل هذه الحشرات بالنار. ويصدق هذا على خلية الدبور، والدبور معروف أنه مؤذي، احنا نسميه بالدارج البوزنزل، هذا عندنا في العاصمة، ما أدري كيف يسميه إخواننا في المناطق الأخرى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. يعني جوابا استفدناه من تفصيل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أجاركم الله. يقول هذا في حوادث المرور: هل يجوز طلب التعويض أو قبوله من المتسبب في الحادث مباشرة، سواء ضرر مادي أو على الأشخاص بما في ذلك الدية، أم يرجع إلى التأمينات فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا لا بد من التفريق بين الضرر المادي المتعلق بالمراكب والآلات وغيرها، وبين الضرر المادي المتعلق بالأنفس، سواء في قتلها أو في كسرها
أو في جروحها أو ما إلى ذلك. بمعنى فرق بين الديات وبين التعويضات أو الضرر المادي الذي يكون في السيارات. هذه المسألة الآن هي في البلاد كلها، أنا هذا الذي أظن وأعتقد والعلم عند الله. يعني ربما كانت بعض البلاد في منأى عن هذه المعاملة الغير شرعية، والسنوات الأخيرة لحقت غيرها من الدول في هذا الباب التي تلزم وتجبر الناس على هذه التأمينات ضد حوادث المرور. وهذه الشركات أي شركات التأمين يعني التي تدفع لها أقساط التأمين وتجمعها، ثم بعد ذلك تقوم بتعويض أصحاب الضرر في حال وجوده. وهذا النوع من العقود قال الفقهاء أنها من عقود الغرر، وعقود الغرر محرمة في دين الله تبارك وتعالى، لأنه في الإسلام لا يكون هناك غنم على حساب غرم. وهذا الإنسان الذي يدفع أموال ويدفعها لسنوات وقد لا يستفيد من هذه التعويضات بشيء، يكون إنسان سائق يعني ملتزم بقوانين المرور، محافظ غير متهور، لا يعرض نفسه ربما لأي حادث. الحوادث قد تقع حتى لأمثال هؤلاء، ولكن هذا في الغالب، يعني هذا في الغالب. وبالتالي إذا كانت القضية متعلقة بالضرر الحاصل في المركبات، هذا أمر، والإنسان يأخذ التعويض من شركة التأمين من باب استرداد بعض ما أخذ منه، يقول العلماء، وهذا الذي يفتي به مشايخنا، من باب استرداد بعض ما أخذ منه. ولا يستطيع هو أن يطالب الطرف الثاني بتعويضه، لأنه هذا مخالف للقوانين، ولن يجد من يصغي له أو يستجيب لطلبه، اللهم إلا إذا كان هذا وقع بين من يعتقد ما يعتقده هو، قد يكون هذا. فإذا كان الأمر كذلك، الإنسان إذا عوضت له شركة التأمين يأخذ بقدر ما دفع، وهذا يسهل عليه حسابه. أما بالنسبة لما تعلق بالديات، فهذا لا ينبغي أن يعتقد أن شركة التأمين هي التي تضمنه أو التي تدفعه. هذا واجب في حقه هو، وهذا الواجب يجب في الحقيقة على عصبته من قرابته الرجال، يشتركون معه في دفع الدية، لأن الدية أمرها عظيم وخطير عند الله تبارك وتعالى، وقيمتها كبيرة، كما جاء في الصحيح أنها 100 من الإبل. قدر الآن كم هو سعر الجمل الواحد، واضربه في 100 تجد قيمة الدية. ولكن الناس هذا زوج ملايين. ولكن الناس في مثل هذه الحالات دائما ننصحهم بأن يرضوا أهل الميت، يتصالحوا مع أهل الميت ويرضوهم ولو بمبلغ،
وفي مثل هذه الحالات يتدخل الوجهاء وكبار القوم ويصلحون بين العائلات، وهذا شيء طيب وشيء محمود وموجود إلى يومنا ولله الحمد والمنة، خاصة في المناطق اللي الناس ما زالت محافظة على مثل هذه الأمور. هذا إذن بالنسبة للتفريق بين أمر الديات الذي ينبغي على من ابتلي بحادث أدى إلى مقتل شخص أن يسعى لإرضاء عائلة المقتول وبإرضائهم بما يقدر. إذا قدر على الدية وجب عليه أن يدفع لهم ديتهم. إضافة إلى ذلك هناك الكفارة اللي هي كفارة القتل للخطأ، صيام شهرين متتابعين. هذه كذلك لا دخل لشركة التأمين فيها، ما راح تصوم عنك شركة التأمين، هذا واجب عليك، هذا واجب عليك أنت. الدية واجبة على العصبة من قرابتك. وأما التعويضات وغيرها من الأمور المادية هذه ترجع كما ذكرنا. وإذا ما وجد هذا الأمر يعني لو نفترض أنه غير موجود نظام التأمينات، هذا يرجع إلى تقدير القاضي فيه كيف يكون التعويض، والقاضي ينظر إلى الخبراء في مثل هذه الأمور ويقدرون التعويض لصاحبه، وينظر كذلك من كان متسببا، يعني ينظر في الظالم والمظلوم في مثل هذه الأمور. والله المستعان، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال متعلق بسؤال الأسبوع الماضي عن تفويج العمال واقتسام ساعات العمل. يقول صاحبه: إذا ثبت أن تفويج العمال واقتسام الساعات غير جائز وأنه تواطؤ مع المسؤولين عن الغش والخيانة، فماذا نعمل إذا كان جميع المؤسسات في الولاية تعمل بهذا النظام ولا يسمح للعمال أن يعمل الواحد منهم خارج فوجه ولا يمكن من ذلك، وكل واحد من العمال راض بهذا العمل لأن العمل به قديم، وإذا ناصحنا العمال فإنهم لا يقبلون مثل هذا، فماذا علينا أن نفعل في هذه الحال؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المهم بالنسبة لهذا الأخ، وبالمناسبة نشكره على حرصه في تحري الكسب الطيب، وهذا شيء طيب، نسأل الله جل وعلا أن ينتشر بين جميع إخواننا وأبنائنا. هذا يكفي أن يعلم هو الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل، يعني معرفته للحكم الشرعي. وإذا كان حاول أنه يتقي الله تبارك وتعالى في أوقات عمله على ما ذكرنا في الجواب على هذا السؤال، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولكن يجب على العصبة من قرابتك. وأما التعويضات وغيرها من الأمور المادية هذه ترجع كما ذكرنا. وإذا ما وجد هذا الأمر يعني لو نفترض أنه غير موجود نظام التأمينات، هذا يرجع إلى تقدير القاضي فيه كيف يكون التعويض، والقاضي ينظر إلى الخبراء في مثل هذه الأمور ويقدرون التعويض لصاحبه، وينظر كذلك من كان متسببا، يعني ينظر في الظالم والمظلوم في مثل هذه الأمور. والله المستعان، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال متعلق بسؤال الأسبوع الماضي عن تفويج العمال واقتسام ساعات العمل. يقول صاحبه: إذا ثبت أن تفويج العمال واقتسام الساعات غير جائز وأنه تواطؤ مع المسؤولين على الغش والخيانة، فماذا نعمل إذا كانت جميع المؤسسات في الولاية تعمل بهذا النظام ولا يسمح للعمال أن يعمل الواحد منهم خارج فوجه ولا يمكن من ذلك، وكل واحد من العمال راض بهذا العمل لأن العمل به قديم، وإذا ناصحنا العمال فإنهم لا يقبلون مثل هذا، فماذا علينا أن نفعل في هذه الحال؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المهم بالنسبة لهذا الأخ، وبالمناسبة نشكره على حرصه في تحري الكسب الطيب، وهذا شيء طيب، نسأل الله جل وعلا أن ينتشر بين جميع إخواننا وأبنائنا. هذا يكفي أن يعلم هو الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل، يعني معرفته للحكم الشرعي، وإذا كان حاول أنه يتقي الله تبارك وتعالى في أوقات عمله على ما ذكرنا في الجواب على هذا السؤال، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولكن إذا لم يجد لهذا الأمر سبيلا ولم يتمكن من مخالفة ما عليه عامة الناس في هذا الأمر، هذا قد يقال في حقه معذرة إلى ربكم، يعني أنكر هذا بقلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا جاءت فرصة أنه يتحلل من هذا ويغير هذا وجب عليه أن يفعل، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا ما يعني جوابي على إضافته هذه ما أدري، ما نقدرش نقول للأخ هذا أنه يترك العمل، وخاصة إذا كان كما ذكر يعني المدينة كلها على هذا النظام. أنا على كل حال أنا مستغرب من هذا الأمر، يعني أنا لأول مرة أسمع بمثل هذا، وأن يكون في مدينة تواطؤ بهذا الصورة وبهذا الشكل يعني غريب جدا. ممكن قد يكون في نوع واحد من، إذا كان كذلك يعني إذا كان في نوع من أنواع العمل، فالواجب على هذا العامل أن يغير عمله، يعمل في شيء يكون مطمئن لحكمه وبعيد عن شبهة الحرام فيه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أثابكم الله. يقول: أريد العمل في بلاد خارج بلادنا، وصاحب العمل يشترط فتح حساب بنكي لتسهيل المعاملات المالية، فأردت أن أفتح حسابا بنكيا هنا في الجزائر لنقل راتبي الشهري من البلد الأجنبي إليه، فهل هذا العمل جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان قصد السائل العمل في بلاد خارج الجزائر، يعني في بلاد أجنبية، وهذه البلاد تكون كافرة، فإننا لا ننصح بمثل هذا العمل، ولا ننصح بالإقامة في بلاد الكفر ولو للعمل، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا بريء من كل مسلم
يقيم بين ظهراني المشركين. يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من كل مسلم يقيم في بلاد الكفر، في بلاد المشركين. وبالتالي لا يجوز لك يا مسلم يا عبد الله أن تخالف أمر نبيك عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة الظاهرة التي تكون سببا لمحق البركة ورفعها عن مالك وعن أهلك وولدك. أما إذا كان خارج الجزائر في بلد مسلم أو بلد إسلامي فلا حرج في ذلك. وصاحب العمل قال يشترط فتح حساب بنكي لتسهيل المعاملات المالية. البنوك الناس الآن ابتليت بها سواء في بلداننا أو في غيرها من البلاد، والناس لا مناص لهم من التعامل مع البنوك ما دام أنهم يتعاملون بالأوراق المالية أو الأوراق النقدية. وأهل العلم في هذه المسألة يعني في مسألة من اضطر للتعامل مع البنك أن يكتفي في تعامله بقدر الاضطرار، بمعنى أنه إذا فتح حسابا بنكيا بمجرد ما يدخله المال، يعني يدخل الراتب في حسابه، يسعى إلى سحبه حتى لا يبقى في هذه المؤسسة الربوية، وحتى لا يكون واقعا تحت قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإبقاء النقود والأموال في هذه المؤسسات الربوية تقوية لها وإعانة لها على منكرها، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وبالتالي يا أخي بمجرد أن يدخل الراتب إلى حسابك تسعى لسحبه. وإذا كان هذا البنك ليس ربويا وقلما نجد مثل هذه البنوك فلا حرج أن يبقى في حسابك الذي فيها. أما إذا كان بنكا ربويا فهذه هي المعاملة الواجبة، أن تسحبه وأن لا تتركه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يقول شخص أدى رخصة السياقة عند أحد مدارس الرخص، وكان مع كل امتحان يأتيه صاحب المدرسة ويطلب منه دفع الضعف وإلا فلن ينجح فيه، وفي كل مرة يضطر هذا المتعامل إلى الدفع بحكم أنه لا يستطيع الخروج من تلك المدرسة بعد تسديده جزءا من مبلغ ملف الرخصة، وهو يسأل الآن ماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خير. والله هذا السؤال ربما نحيله ونسأل عنه شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، لا جواب عندي عليه. بارك الله فيكم. يقول في مسجد حينا يؤخرون خطبة الجمعة بمدة طويلة بسبب إلقاء الدرس والإطالة فيه، وكذلك بالنسبة للخطبة. أضيف إلى ذلك كثرة المخالفات مما أدى لانتقال بعض المصلين إلى أقرب مسجد حيث تراعى هذه الأمور الشرعية. وعندما نعود من صلاة الجمعة نجد الإمام لم يبدأ بعد في خطبة الجمعة، إمام الحي، ولهذا يسأل بعض أهل الحي هل لهم أن يشتروا أو يبيعوا من المحلات المجاورة بضواحي مسجد الحي المتأخر عن الصلاة ما دام أنهم صلوا الجمعة في مسجد آخر، أم ينتظرون حتى ينتهي الإمام في حينا؟ أفيدونا أثابكم الله. نود منكم حفظكم الله نصيحة للتجار وأصحاب المحلات الذين يعملون في مثل هذا الوقت، وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المعلوم أن البيع
وقت النداء، والمقصود بالبيع وقت النداء النداء لصلاة الجمعة، يعني الآذان الثاني للجمعة. وهذا من أنواع البيوع المنهى عنها. وكما قرر الفقهاء البيع في هذا الوقت يكون محرما والعقد فيه باطلا، العقد فيه باطل. والعبرة في هذا النهي، العبرة في هذا النهي بالمكان الذي يوجد فيه الناس. إذا كان السائل في هذا الحي العبرة بحيه لا بالأحياء الأخرى، وإلا كيف يستقيم أمر الناس؟ يعني نقيس الأحياء على المدن ونقول المدينة الفلانية صلوا الجمعة، إذا نحن يجوز لنا البيع والشراء، هذا لا يستقيم. العبرة بمسجد الحي الذي ينادى فيه لهذه الصلاة. فالتجار تجار الحي الواجب، احنا الحمد لله نعتقد أنه الناس في هذا الوقت يعني تغلق محلاتها ولله الحمد والمنة وتذهب للصلاة. أنا هذا الذي أراه والموجود عندنا وفي غالب مدننا، والعلم عند الله، ربما إلا ما ندر في بعض المناطق أنا ما رأيتها، وأسأل الله عز وجل أن لا أراها لأنه منكر. وهو الواجب أكثر من هذا، الواجب أننا في أوقات الصلوات كلها الناس من المفروض تترك البيع وتلبي النداء للصلاة، تغلق المحل وتروح تصلي لله عز وجل وترجع المحلك بعد ذلك، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالعبرة إذن بمسجد الحي لا بالأحياء التي تذهبون إليها لأجل الصلاة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، نسأل الله أن يحفظكم وأن يمد عمركم في طاعته. وقد عهد إلينا الشيخ أن لا نطيل عليه في هذه الحصة فإنه حديث عهد برجوع من سفر، فنكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.